الاختبار الثالث في القوام هو الفلو تيست. عادة بيبقى بتستخدمه في المعمل، يعني هو بيبقى جهاز عبارة عن طاولة دائرية وبيتحط عليها مخروط صغير، يعني مش مخروط كبير، مخروط صغير. الطاولة دي او الدايرة دي متوصلة بعمود، والعمود ده فيه زي ترس كده، كل ما تعمل لفة الترس ده يرفع الطاولة ويسيبها تقع مسافة 13 مللي. فتحت تأثير الاهتزاز المتردد ده، بعد ما اشيل الكون من الخرسانة، اعبي الكون ده بالخرسانة واشيلها، وتحت تأثير الاهتزاز ده الكون هيتسع معايا. نسبة القطر اللي كانت عليه للقطر الجديد ده هو ده الايه معامل الانسياب للخرسانة. كل ما كانت سيولة الخرسانة عالية او القوام بتاعها رخو اكتر، كل ما القطر ده هيبقى واسع معايا. بستخدمها في الاختبار ده في الخرسانه اللي هي الايه الرخوه قوي، اللي بتبقى انسيابيه، محتاجه الانسيابيه بتاعتها العاليه في البامب، في المضخات. ادي الكون بتاعي بيبقى قطره من فوق 17 سم ومن تحت 25 سم، ارتفاعه 12 سم، يعني معظم المواصفات بيقول لك 12، وفي مواصفات بتقول لك 17 ونص. بتجهز الترابيزه او المنضده دي بحيث ان هي تكون افقيه مش معرضه لاي صدمات، وبعدين تحط القالب عليها في النص بالظبط. بيبقى الطاوله دي فيها علامه اكس كده عشان تحدد المركز بتاعها، ومن الاكس ده عامل لك دواير كده بحيث انك ايه تحط المخروط ده على دايره من الدواير دي، فايه تطلع في النص بالظبط. وبملى المخروط ده على طبقتين، كل طبقه ادمجها بعمود الدمج 25 مره، وبعدين اساوي السطح بتاعها، اي خرسانه زياده اشيلها، اي خرسانه ناقصه احطها، واساوي السطح بتاعه واشيل الخرسانه اللي حوالين الكون ده على الترابيزه كلها. وبعدين ارفع المخروط برفق كده واسيب الخرسانه تحت تاثير وزنها. الدراع اللي موجود ده ابدا احركه 25 مره، كل مره في ثانيه كده، يعني بين كل مره والتانيه ثانيه. او ساعات بيبقى متوصل بموتور، هو متبرمج ان هو يشتغل على طول ال 25 ضربه دي على ال 25 ثانيه. فبالتالي كل دوره الترابيزه دي تطلع 13 مللي وتقع. بقيس القطر الجديد بتاعي في اتجاهين المتعامدين، يعني في الافقي وفي الراس، واخد المتوسط بتاعها. يبقى ده الدي بتاعي النهائي خلاص. والدي الابتدائي هو كان القطر بتاع المخروط من تحت، اللي هو كان كام؟ 25 سم. خلاص، يبقى نسبة الفلو بقى او نسبة الانسياب بتساوي الدي فاينل اللي انا جبتها دي ناقص ال 25 سم على ال 25%، تطلع لي بالنسبة المئوية. اكرر التجربة دي على 6 عينات 6 مرات في نفس الوقت، مش ما يكونش مثلا مرة اعملها في محطة الخلط ومرة اعملها في الموقع، لا، في نفس الوقت ورا بعض على طول. ابدا بعد كده اوصف القوام بتاعي بقى بناء على قيمه نسبه الانسياب اللي طلعت لي. فلو طلعت من 0 ل 20 يبقى افقار دراي، من 15 ل 60 يبقى ستيف، من 50 ل 100 يبقى لادن. دي معظم المنشآت بتاعتنا بتبقى لادن او بلاستيك، يبقى الهبوط بتاعها 100. ادي الترابيزه. بيبدأ يشيل اي حاجة من التجارب اللي فاتت، يبدأ يحط زيت معدني عليها عشان ما تحافيش خرسانة تلزق عليها او حاجة، تبقى سهلة التنظيف بعد كده. يحطها في النص بالظبط، وبعدين يحط الخرسانة على مرتين، طبقتين، كل طبقة يدمجها 25 مرة. اي حاجة زيادة يشيلها، يسوي السطح.
يشيل الكون بتاعه رأسيا، يبدأ يشغل معايا اهي، شايفين؟ يبدأ القطر بتاعي يتسع 25 مرة. يبدأ يقيس الدايمتر في الايه، في الاتجاهين، ويحسب المتوسط بتاعهم، وبعدين يحسب نسبة الفلو. القطر الفاينل ده ناقص 25 على 25%. الاختبار ده بنستخدمه للخرسانة العادية او الخرسانة اللي فيها هواء او اضافات الهواء، خلاص، بحيث ان القطر اللي بيطلع في الاخر ما يزيدش عن ايه، عن 500 ل 650 مللي، يعني 50 سم 65 سم، عشان الترابيزه نفسها قطرها ايه، مش واسع. طيب لو عندك حاجه عاوز الفلو بتاعها يبقى اعلى من كده، في مواصفات تانية بدل الجهاز ده بيبقى صعب حتى انك تعمله في الموقع. هم عاملين ترابيزه متر في متر، عاملين من ناحيه مفصله، ومن الناحيه التانية بمقبض كده انت ايه ممكن تشيل المفصله دي، وبعدين عاملين حديده كده بحيث انك تشيل الترابيزه دي مسافه ايه، ال 13 مللي، وانت تشيلها وتسيبها تقوم جاي الايه، الترابيزه واقعه مسافه كام، ال 13 مللي، يبقى سهله ان هي تبقى معاك في الموقع وتعمل بيها اختبار البتاع. الاختبار بتاع الانسياب ده لازم المقاس بتاع الركام بتاعك ما يزيدش عن 20 مللي. يبقى اذا كان الكون تيست او اختبار المخروط كان المقاس الاعتباري للركام 40 مللي، هنا اصغر 20 مللي. تستخدموا الركام لو كان عادي الوزن او ركام خفيف او ركام تقيل مش هيفرق، لكن الخرسانه اللي ما فيهاش برضو ركام صغير ما بنستخدمش فيها الاختبار ده. ممكن برضو في الحته بتاعه الانفصال الحبيبي للخرسانه اللي هي الزلط يبقى لوحده، والمونه او الميه مع الاسمنت تبقى لوحدها، وانت بتعمل عمليات على الخرسانه. عشان تعرف كده الاختبار ده ممكن برضو يحددهولك من نتيجه الاهتزازات دي، ممكن تلاقي الركام متجمع جوه والمونه كلها ايه، عملت لك حلقه بره كده. فممكن الاختبار ده برضه يستخدموه في ان هم يقيسوا قطر الحلقه اللي بره دي اللي اتكونت دي، ويعرفوا اذا كان الانفصال هيحدث في الخرسانه دي بصوره كبيره او لا.